تثير التطورات التي ظل الجيش المغربي يشهدها على مدار السنوات الماضية تخوفات عدد من البلدان المجاورة، وعلى رأسها الجارة الجزائر. ولا ينفك الإعلام الجزائر يتحدث عن إعادة تسليح المغرب بالتكنولوجيا المتقدمة ليصبح قوة عسكرية بحلول عام 2030، ويشير إلى كونه منغمسا في عملية تحديث وتطوير قدراته الدفاعية والهجومية، وهي علامة تثير القلق. بحسبه، التوجس الإسباني ازداد قوة بعد موافقة واشنطن على تزويد القوات المسلحة الملكية بمنظومة هيمارس الأمريكية المدمرة، إذ ستجعل المملكة قوة إقليمية في المنطقة المتوسطية بامتلاكها أنجع الصواريخ والأسلحة الثقيلة. وأصبح المغرب أول دولة إفريقية تتوفر على أنظمة الصواريخ المدفعية عالية الحركة هيمارس HIMARS، وهي الصواريخ التي لا تمنحها الولايات المتحدة الأمريكية إلا وفق شروط خاصة. وفي هذا الإطار أكد الخبير العسكري عبد الرحمن المكاوي التطور الذي تعرفه القوات المسلحة الملكية، خاصة بعد توقيع اتفاقيات إبراهيم الثلاثية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، مشيرا إلى اتفاق الدول الثلاث على تحويل المملكة إلى دولة قوية عسكريا وتكنولوجيا وصناعيا، خاصة في الصناعات العسكرية المتطورة. وأبرز المتحدث ذاته أن الجيش المغربي استطاع أن يضاهي الجيوش الغربية، خاصة بعد الاستثمارات الضخمة في القطاعين البحري والجوي، وخاصة القطاع التكنولوجي المتطور من الجيل الرابع والخامس، ناهيك عن توجه الولايات المتحدة الأمريكية إلى تشييد أكبر قاعدة أسلحة من الجيلين الرابع والخامس بالمغرب، وهو ما يزعج إسبانيا وجيشها، وأيضا الجيوش البرتغالية واليونانية والإيطالية، رغم أن الأخيرة لا تثير ضجيجا مثل إسبانيا، وفق تعبيره.